ازيكم يا جماعة؟ بما ان النهاردة الجمعة بقى، كل سنة وانتم طيبين. ان ستات البيوت بيقعدوا بقى يتبارزوا ويتباروا في ان هم يعملوا احلى اكل يجيب الريحة من اخر الشارع. فتعالوا النهاردة اقول لكم شوية تريكات تعملوها في الشوربة بتاعتكم، تعمل لكم احلى شوربة تجيب الريحة من اول الشارع. اولا، بعد ما تسلقي الفراخ او اللحمة، تطلعي البصلاية اللي انت كنت حاطاها في مية السلق، تطلعيها وهرسيها ونزلي عليها، تهرسيها بالشوكة وزودي عليها شوية ملح وفلفل اسود ومعلقة سمنة بلدي وشوحيها. وبعدين نزلي فيها الشوربه، الريحه هتبقى خرافيه. تاني حاجه، لو انت بتسلقي الفراخ او اللحمه ما تطلعيهاش على طول من الشوربه، سيبيها كده سكه 10 دقائق ربع ساعه جوه الشوربه بعد ما تطفي النار، هيبقى طعمها حلو، هتبقى طريه قوي. تالت حاجه، لما تغسلي الفراخ، اغسليها بعد ما تغسليها بالملح والدقيق، سيبيها تصفي كويس من الميه، وبعد كده حطي جواها طماطميه وشويه جنزبيل كده وعود كرفس. وانت بتسلقي الشوربه، بتسلقيها في الشوربه، بتدي طعم حلو قوي. رابع حاجه، شوربه لسان عصفور. طبعا هي حاجه سهله وانا عارف ان كل الستات البيوت بيعملوها، بس نصيحه بقى، وانت بتحمري لسان عصفور حطي معاها حبتين حبهان. وبعد ما لسان عصفور يستوي او يتحمر، حطي عليها معلقه الطماطم المبشوره، وزودي بقى الشوربه اللي احنا كنا قايلين عليها في الاول. هيطلع معاكي احلى لسان عصفور هتاكليه في حياتك. جربوا كل اللي انا بقوله ده وقولوا لي تحت في الكومنتات عملتوا ايه. سلام.